شيء فشيء يفقد رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو الثقة داخل كيانه، وتعلو الأصوات المطالبة برحيله وإقالة حكومته التي باتت في عمق يقين الشارع الصهيوني والمستويين السياسي والعسكري دون جدوى، لتشهد 48 ساعة الماضية صخبا في تنامي حدة الخلافات الداخلية التي سجلت بوادر تمرد واضح داخل حزب الليكود. شرارة الخلاف الأخيرة اندلعت عقب سحب نتنياهو مشروع قانون الحاخامات من جدول الأعمال قبل التصويت عليه في الكنيست بالقراءة الأولى بدعوى عدم وجود أغلبية لصالحه. وينص مشروع القانون على نقل صلاحيات تعيين الحاخامات في المدن من السلطات المحلية إلى وزارة الأديان التي يتولاها حزب شاس الديني. ويواجه مشروع القانون انتقادات واسعة ورفضا حتى من أحزاب في الائتلاف الحكومي، إذ يرى المنتقدون أن هذا القانون مصمم على قياس حزب شاس وسيمنحه الفرصة للسيطرة على مراكز دينية مهمة في الدولة. من جانبه قال حزب شاس الشريك في الائتلاف الحكومي إن الحل الكامل للحكومة هو مسألة وقت، فيما أكدت وسائل إعلام عبرية أن زعيم شاس قال لنتنياهو في محادثة بينهما وصفت بالصعبة: أنت فقدت السيطرة على الائتلاف منذ قيام الدولة، لم تكن هناك حكومة سيئة كهذه بالنسبة للحريديم. ووسط ذلك كله تبادل حزباء الليكود بقيادة نتنياهو والقوى اليهودية بقيادة وزير الأمن القومي إتمار بن غفير اتهامات بتسريب أسرار الدولة، ولكن بذور الأزمة لم تقف عند هذا الحد، بل وصلت إلى داخل حزب الليكود، حيث أبلغ وزير الاقتصاد الصهيوني بأنه سيعارض مع أعضاء آخرين من حزب الليكود قانون التجنيد بشكله الحالي. المشهد داخل تل أبيب يعكس المزيد من الخلافات التي باتت لا تقف عند حد، وكأن طوفان الأقصى كشف بالفعل عورة نتنياهو وفتح نيران الجبهات الداخلية عليه. فهل بات نتنياهو بالفعل قاب قوسين أو أدنى أقرب إلى الرحيل من ملعبه السياسي؟